هل هي ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أم أنها تنتحل هذه الشخصية؟ أحدثكم عن الأخت الكريمة التي تزعم أنها ميرا صدام حسين، والتي ذهبت قبل عدة أيام إلى الجوف ولجأت إلى بعض المشايخ لكي يستعيدوا لها ما قالت أنه حقوقها التي تم نهبها في صنعاء. وهذا مقطع لبعض مشايخ الجوف وهم يطرحون قضيتها على الشيخ ناجي عبد العزيز الشايف. هذا شعرها اللي قصه يا شيخ ناجي، هذا شعره ضد صدام حسين. ايوه الله اعلم، احنا علينا ننصفها انها هي والما يبي. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. انت شيخ مشايخ اليمن، احنا ما احنا بالله الا بالله ذنبك والرجال اللي مثلك. احنا عيالك والعرض وعرض الجميع. وهذا موقف اليمن كامل، ما هو ما بالله موقفنا، موقف اليمن وكل يمني. وما شفته يمشي مشي. مشى. اوسع. وابشر الورش بيت الشيخ. ونعم بكم الشيخ ونعم. أنا نشرت عن هذه القضية قبل عدة أشهر، ثم راسلني أحد الأخوة المطلعين على القضية وأرسل لي حكم محكمة من داخل صنعاء. هذا الحكم صدر ضد هذه الفتاة، وقال أنها تنتحل شخصية ميرا، وأنها بنت يمنية من أب وأم يمنيين، وأثبت نسبها في الحكم، بل أتى والدها اليمني وشهد أنها ابنته، وأنه لا علاقة لها بصدام حسين ولا تقرب له من قريب ولا من بعيد، وأن أبوها وأمها يمنيين 100%. كذلك أكد حكم المحكمة اليمنية أنها استخدمت الكثير من الوثائق المزورة وتم التحفظ على هذه الوثائق. بعدها تواصل معي أحد الأشخاص القريبين من ميرا وقال لي أنها مظلومة وأنها. فقلت له هذا رقم تليفوني، خلاها تواصل معي. تواصلت معي الأخت التي تزعم أنها ميرا، وتعاطفت معها ولا أزال متعاطف معها حتى هذه اللحظة، وقالت أنها عملت فحص DNA في مصر، ومن خلال هذا الفحص الذي تم نشره كذلك في مواقع التواصل أرسلته إلى أحد الأصدقاء، أكد كذلك أن هذا الفحص مزور ولا علاقة له بهذه الفتاة، لأن هذا الفحص تقريبا هو لرجل وليس لمرأة. المهم أنه من خلال هذا الفحص أثبت أنها لا علاقة لها بصدام حسين، وأن الفحص نفسه لا علاقة لها بهذه الفتاة تحديدا. هذا أمر. الأمر الآخر، اتفقت مع الأخت ميرا في محادثاتي أنا وهي في الواتساب وفي اتصالاتي معها على أن نجري لها فحص DNA في شركة عالمية، وهناك أحد الإخوة اليمنيين المرتبطين بهذه الشركة والذي لديه حساب كذلك في تويتر ويهتم بجينات اليمنيين وجينات كذلك العرب بشكل عام، واتفقت معه على أن نجري فحص ميرا، فحص يعني يبين هل هي ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، أو حتى هل هذه الجينات التي فيها هي من منطقة تكريت إذا لم نتمكن من إيجاد فحص لقريب لحد أقارب صدام حسين. فاتفقت معها على أن يجرى لها فحص دقيق، أكثر من فحصين، أنا لا أعرف المسميات العلمية لهذه الفحوص، لكنه قال هذه الفحوص ستؤكد هل هي يمنية، ومن هو أبوها، من هي أمها، هل هي من أب وأم يمنيين، أم أن أبوها قد يكون عراقي، أم أن أمها تكون عراقية أو قريبة من أصلة صدام حسين، أو أي شيء ستبين هذه الفحوصات بدقة هوية هذه الفتاة. وأبلغت ميرا ووافقت على إجراء الفحص، واتفقت معها على أن نجري الفحص لها هي، وكذلك نأخذ فحص لوالدها اليمني الذي يعني قالت أنه تبناها وأنه ليس والدها البيولوجي، لكي نقارن ما بين فحص الأب اليمني وبينها، هل هي ابنته كما ثبت في حكم المحكمة أم لا. المهم اتفقت معها على إجراء هذا الفحص، وأبلغنا أحد الأخوة الذين في صنعاء لكي يذهب ليأخذ العينات منها، وأعطيناه رقم تليفونها وتواصل معها وأخذ موعد تلو موعد، ثم يعني كانت تماطل بصريح العبارة، ماطلت كثيرا، وفي الأخير رفضت أن تعمل هذا الفحص وتذرعت بأشياء غير مقنعة. وبالتالي أنا تأكدت أن حكم المحكمة اليمنية صحيح، وأن هذه الفتاة هي فتاة يمنية من أب وأم يمنيين، واسمها الحقيقي سمية أحمد محمد الزبيري. والفحوصات التي اتفقت معها على إجراءها والتي تراجعت عن إجراءها
كان الاتفاق أن يكون هذا الفحص على حساب هذه الشركات، وكذلك الإرسالية التي سيتم إرسال العينة إلى الخارج عبر إحدى الشركات. كل هذا لم يكن عليها أي تكلفة مادية، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لعدم إجراء الفحص، لكنها خشيت أن يتم الكشف عن النتيجة الحقيقية، ولا علاقة لها بميرا صدام حسين أو بهذه الشخصية، وقد تكون شخصية ميرا غير موجودة أساسا. أنا طبعا متعاطف مع هذه البنت، قد تكون متعبة نفسيا، قد تكون تقمصت هذه الشخصية حتى اعتقدت أنها ميرا ابنة صدام حسين. أنا لا أدرك الظروف النفسية، وأنا أدعو من يريد أن يتعاون معها، من يوفر لها شقة في صنعاء تستأجرها، من يوفر لها مصروف شهري تعيش منه، لا مشكلة لدي في هذه الأمور. أتمنى لها الخير وأتمنى لها الاستقرار، لكن هذه الفتاة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأسرة الرئيس السابق صدام حسين، وهي فتاة يمنية من أب وأم يمنيين، وهذا ثابت بحكم محكمة من داخل صنعاء. وأثبت حكم المحكمة كما قلت لكم أنها استخدمت الكثير من الوثائق المزورة، وكذلك فحص الDNA الذي أجرته في القاهرة ثبت أن لا علاقة لها به. وهذا ما أردت قوله، وتحياتي لكم وفي أمان الله.